بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هنعمل غرزه السنبله. الاول احنا كنا بنعمل غرزه السنبله في دوائر متصله، النهارده باذن الله هنعمل غرزه السنبله في قطعه مستطيله في سطور منفصله. اول حاجه هنعمل عقده البدايه ونختار الابره على حسب سمك الخيط. ده خيط مخرميه قطن. اول حاجه نعمل عقده البدايه كده ونرتفع بعدد من السلاسل زوجي او عدد فردي على حسب العرض اللي احنا عايزينه. والغرزه ديت جميله جدا، تنفع سكارف او شال او كوفيه رجالي او كوفيه نسائي او بندانه. يبقى احنا هنرتفع بعدد من السلاسل سواء زوجي او فردي، وهنشوف احنا هنعمل ايه. ده السطر الاول، نرتفع بعدد من السلاسل زوجي او فردي على حسب عرض الكوفيه. وليكن احنا هنعمل كوفيه، بس طبعا احنا بنختار الخيط المناسب. مثلا لو هنعمل كوفيه رجالي او نسائي يبقى خيط صوف، واللون على حسب اذا كانت حريمي او رجالي. كده السطر الاول 15 غرزه سلسله. انا بعمل بخيط سميك نوعا ما عشان الغرزه تبقى باينه. كده 15 غرزه سلسله. هنسيب اول غرزه سلسله ندخل في الغرزه الثانيه نعمل غرزه حشو. غرزه الحشو بتتعمل ازاي؟ بندخل في قلب السلسله ونسحب خيط ونطلع، بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. دي غرزه الحشو. ندخل في الغرزه الثانيه نسحب خيط نطلع، بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. نستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر. كده احنا خلصنا السطر الثاني اللي هو غرز الحشو اهو. بقى عندنا 14 غرزه حشو. لان السطر الاول كانوا 15 غرزه سلسله، وسيبنا سلسله من الاول لمجرد ارتفاع، ودخلنا في كل غرزه وعملنا غرزه حشو، بقى عندنا 14 غرزه حشو بالمنظر ده. ده كده السطر الثاني خلص. هنعمل السطر الثالث، هنلف الشغل. والسطر الثالث عباره عن غرز منزلقه، يعني هندخل في قلب الغرزه كده تحت الحلقتين كده، هندخل تحت الحلقتين ونسحب خيط ونطلع من الحلقه كلها. يعني اول بس ايه، اريح ايدي كده في الشغل، يعني اريح دي كده، الحلقه دي اريحها عشان الشغل ما يبقاش مشدود اهو كده. وندخل تحت الحلقتين واسحب خيط اطلع من الحلقه كده منزلق اهو تمام. هندخل في الغرزه اللي بعد كده نسحب خيط نطلع من الحلقه كلها. ندخل كده نسحب خيط نطلع من الحلقه كلها. دي اسمها غرزه منزلقه. هنستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر. وده السطر الثالث، وهنشوف بعد ما نخلص السطر الثالث السطر الرابع هنعمله ازاي. ندخل كده تحت الحلقتين اهو ونسحب خيط نطلع من الحلقه كلها تمام. هنستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر. كده خلصنا غرز المنزلقه السطر الثالث تمام. هنرتفع السلسله ونلف الشغل ونعمل غرزه السنبله. ملاحظين ان في غرز الحشو في السطر الثاني، غرز الحشو في الغرزه عباره عن ضلعين اللي هو على شكل حرف الفي. احنا هندخل كده ما بين الضلعين، يعني كده اهو، يعني ما بين الضلعين كده، ونتاكد ان احنا دخلنا برده من الجزء الخلفي تمام. احنا كده السطر الرابع احنا ارتفعنا كده واحد سلسله. ندخل في غرزه الحشو اللي هي في السطر الثاني ما بين الضلعين اللي هم على شكل حرف الفي. نسحب خيط نطلع كده ونريح ايدينا في الشغل ونسحب خيط ونطلع. ادي اول غرزه حشو، اول غرزه سنبله. واعدل الشغل كده عشان تبان تمام. هندخل برده في الغرزه الثانيه اللي هي على شكل حرف في كده في غرز الحشو اللي في السطر الثاني. ندخل في قلب الغرزه ونسحب خيط ونطلع، بقى عندنا حرف الفي اهو، بقى عندنا حرف الفي. ندخل برده في غرز الحشو في السطر الثاني ما بين الضلعين ونسحب خيط ونطلع تمام، ونعمل غرزه حشو او غرزه سنبله، غرزه السنبله. هنستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر. هعمل الغرزه كمان معاكم في غرزه الحشو اللي في السطر الثاني. ندخل ما بين الضلعين اللي هما حرف الفي كده ونسحب خيط ونطلع، واظبط طول الفتله واسحب خيط واطلع من الفتلتين اهو، بقى عندنا غرزه السنبله. اتكونت غرزه السنبله وهتبان بس في السطور اللي جاي ان شاء الله. ندخل ما بين حرف الفي ما بين الضلعين ونسحب خيط ونطلع، بقى عندنا حلقتين على الابره، واريح ايدي في الشغل واسحب خيط كده واطلع من الحلقتين، بقى عندنا غرزه السنبله اهي. هنستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر ونرجع نشوف احنا هنعمل السطر اللي بعد كده ازاي. كده بعد ما خلصت السطر ده بقى الشكل اهو. السطر اللي بعد كده هلف الشغل وهعمل غرزه منزلقه. يعني الغرزه دي تكرار لسطرين، سطر غرز حشو بنعمل غرزه الحشو في قلب الغرزتين اللي هم على شكل حرف في. السطر اللي بعد كده غرزه منزلقه، يعني كده ده السطر بتاعنا غرزه منزلقه. ونلاحظ ان احنا في السطر بتاع غرز المنزلقه ما بنرتفعش، والسطر بتاع غرزه السنبله بنرتفع واحد سلسله. يبقى كده احنا مش هنرتفع وندخل في تحت الحلقتين كده اهي. كده نعمل غرزه منزلقه اهي، نسحب ونطلع من الحلقه، ندخل تحت الحلقتين ونسحب خيط ونطلع من الحلقه تمام كده.
نستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر، غرز منزلقه، ندخل في تحت الحلقتين نسحب خيط ونطلع من الحلقه. تمام كده انا خلصت الغرز بتاع السطر بتاع الغرز المنزلقه. تمام هنرتفع واحد سلسله كده، ولازم قبل ما ابدا السطر الجديد لازم اعد الغرز عشان تكون كلها زي بعضها، يعني مفيش سطر غرزه زياده او غرزه ناقصه. تمام يبقى كده ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى كده احنا ماشيين صح عشان ما يبقاش الشغل ملوح او شكله مش حلو. الغرز السطر اللي بعد كده اللي هو غرزه السنبله، احنا ارتفعنا سلسله بعد ما خلصنا السطر بتاع المنزلقه، ارتفعنا سلسله اهو. هنلف الشغل وندخل في الضلعين اللي هم على شكل حرف في دول كده من قلب الضلعين، ونسحب خيط ونطلع. عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط ونطلع من الحلقتين. نستمر بهذا النمط لغايه لما نحصل على الطول المطلوب، وهنشوف الغرزه دي شكلها ايه. كده اهوت انا عملت عدد من السطور، ده وش الشغل اهو، وده الخلف، ده خلف الشغل. يعني كده الغرزه ديت تكرار لسطرين، اهي غرزه السنبله في قطعه مستطيله في سطور منفصله، مش في دوائر متصله زي الشكل الدائري. اهي غرزه السنبله بانت اهي، غرزه الفي اهي اهي. ديت غرزه جميله جدا لعمل سكارف او كوفيه نسائي او كوفيه رجالي على حسب لون الخيط، او شال او بندانه. كده الفيديو بتاعنا خلص. غرزه السنبله في قطعه مستطيله اهي. ارجو لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وارجو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.